السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي واخواتي، اهلا بكم في ملعب الورداني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. في حكمة جميلة كده بتقول ايه: لو زرعت في ارضي يا ريت لطرحت ربما. لو زرعت في ارضي الوهم والخيبة ومفيش اساس اصلا، او اساس مشوش ومخوخ وضعيف، هيطرح ايه؟ هيطرح وكسة، هيطرح خيبة، هيطرح سراب، هيطرح وهم برضو، هيطرح فشل. نتكلم في كل حاجه بالتفصيل بس بالراحه كده. نصلي على اشرف خلق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. عز خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ولكن ندعو له بالرحمه والمغفره. اللهم ارحم ابي رحمه واسعه واغفر له واجعل مرضى شفيع الله يوم القيامه. اللهم نور قبره واجعله روضه من رياض الجنه. اللهم اسكن الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن عليك رفيقا وموتى المسلمين اجمعين. ربنا يحسن خاتمتنا جميعا. ربنا يحفظ اخواتنا في فلسطين وينصرهم ويزيل هذا الكرب والبلاء الغاشم الضعيف، امين يا رب العالمين. ونبدا بسم الله. اسود الاطلس، اسود الاطلس ومحاربي الصحراء والفراعنه وحضاره 7000 سنه وكل الكلام الجميل ده اللي بنشوفه في سبيستون وام بي سي 3 والكرتون والانيميشن وكل الحاجات الجميله اللي بنبقى قاعدين مستمتعين بيها دي، كل ده طلع وهم في وهم. انا مش عارف، ده غير بقى تونس وكل الكلام ده. انا مش عارف الكره العربيه عندنا فيها ايه. يعني المغرب هو اللي بنقول الكره متطوره وفي فنيات ورابع عالم وكل الكلام الجميل ده. النهارده بلاعب جنوب افريقيا اول ربع ساعه، ضغط عالي، ضغط متقدم، بستخلص الكره بسرعه، رتم سريع في اللعب، المسافات قريبه بين اللعيبه، وبنفذ كل حاجه وتكتيك جميل وتكتيك جميل وكل الكلام الجميل ده. انفذ بقى مفيش. وفي عالم كرة القدم اللي يضيع يستقبل، هتضيع استحمل. كورة ما فيهاش انا اللي كنت ضاغط، انا اللي كنت مستحوذ، انا اللي كنت مسيطر، انا اللي بهاجم، انا اللي فنيا، انا اللي بدنيا، انا اللي محسنيا، انا اللي محمديا. كل الكلام ده انا ماليش دعوة بيه. انا عاوز اهم عامل. فين بقى الفاعلية الايجابية؟ احراز الاهداف. فين الاجوان؟ مفيش، صفر. بطلع بس اقول اصل انا بعمل وانا بعمل وانا بعمل وانا بعمل. النهارده 4 أو 5 6 جوان مؤكدين المغرب بيضيعوا من قبل بقى ضربة الجزاء ومن قبل الهري ده كله، سواء في الشوط الأول أو في الشوط الثاني. غير حكيمي وضربة الجزاء، بس كان أكتر واحد مؤثر برضو في الملعب. يعني غير حكيمي خالص، مالناش دعوة بحكيمي. أستاذ أملاح وكربونات صوديوم وكالوريز وسعرات حرارية ضيع أجوان مؤكدة. عدلي ضيع، سفيان مرابط ضيع، الزلزولي ضيع. تتكلم في 5 أو 6 جوان مؤكدين بيضيعوا. فما جيش بقى ابكي على اللبن المسكوب بعد كده واقول اصلا انا ما كنتش بعمل. هي دي الكوره وهو ده اللي انا اعرفه. ايه اللي انا اعرفه؟ ان انا اخلص، استغل الفرص المؤكده، مش لسه اقعد اتردد وتتدربك وتخبط في ده وتخبط في ده، واستغل اشباه وانصاف الفرص. هي دي الكوره. البطولات تكسب ولا تلعب. غير بقى التكتيك والتشكيله الصح وثبات التشكيله والكلام ده كله. المغرب فيها كل حاجه، وتكنيك اللعيبه والمستوى الفني والبدني، وموت نفسي والروح والجرينتا وكل النجيله وديما مغرب ديما مغرب. وبرضه منتخب مصر ومو صلاح وما شتش مننا. كل الكلام ده، كل دي عوامل نفسيه وايجابيه، وكل الكلام ده جميل. ترجم لي بقى يا باشا في الاخر. انا عاوز جولز، انا عاوز اجوان. توجعتوا قلبنا. ده اللي انا اعرفه. لكن هقعد اقول انا بحرق في نفسي وبجري وبموت نفسي وبعمل هنا وبروح هنا وباجي هنا، وفي الاخر سراب. عاوز اللي ينهي، عاوز اللي يجيب اجوان. ده اللي انا عايزه. مش عاوز بس اصل انا بلعب حلو وتكتيك وتعليمات ورتم سريع في اللعب وضغط عالي وضغط متقدم، وبعمل كل الفنيات وضاغط والمسافات قريبه بين اللعيبه، وبستخلص الكره بسرعه وبوصل لمرمى المنافس عادي جدا بسهوله وكتير، ومناطق الخطوره وكل الكلام ده حلو قوي. ترجم بقى، اتفضل بقى تجوان بقى، حط بقى ارتو بقى، حط في المقص بقى، اعمل الكلام ده كله. مفيش. النهارده بتلعب جنوب افريقيا، المفروض ان انت فنيا اعلى. هم فنيا مش ميتين، فرقه برضو فنيا كويسين جدا. بس ايه بقى اللي خلاهم النهارده يتفوقوا على المغرب؟ فرقه بتقاوح، سواء بقى فنيا بدنيا، بيقاوحوا. الجون الاول من دربكه في نص الملعب برضو، ارتدد هوب اسيست للواد، هوب ما بين رجلين بونو. الجون الثاني
كرة ثابتة حطها اكن بيرلو او رونالدينو بيحطها وخلاص وموت الماتش وخلصنا. فهي دي اخطاء ماتش النهارده، وهي دي اخطاء المنتخبات العربيه عموما اللي لازم نشتغل عليها للمستقبل. في النهايه اخواتنا المغاربه ما تزعلوش، هارد لك، والجايه افضل ان شاء الله لكل المنتخبات العربيه، مش بس المغرب ولا مصر، تونس والجزائر حاجه كده يعني ربنا يعديها على خير. تحس ان في ابتلاء، حاله الخيبه دي للاسف عامه، ويا رب يا رب الغمه دي ما تطولش وتزول، لان عيب لما يبقى المغرب ومنتخب مصر والجزائر وتونس اللي هم اكبر المنتخبات المرشحين بقوه، في الاخر اللي يطلع لي من دور ال16 واللي يطلع لي من مرحله المجموعات. فعيب، واتمنى بقى ان احنا نشتغل على الاخطاء دي ونصححها. نفس الكلام برضو المسؤولين عن الكوره في مصر الجميله العظيمه اللي مش حاسين باي حاجه خالص. تخن جلد، تخن جلد مش طبيعي ومفيش احساس. انا اتكلمت في كل حاجه بقى، لازم نعمل ايه ونجيب مين ونودي ايه ونصحح ايه، ولازم يبقى عندي اساس صلب واختيارات صح ورؤيه بعيده، مش هعمل مؤتمرات صحفيه ويا جماعه يا جماعه وبس وخلاص كده وسكن الناس وادي مخدر للناس وخلاص والشعب المصري طيب وغلبان. احنا عشان طيبين وغلابه بتتكشفوا. هو انتوا ما بتحسوش؟ هو انتوا جسمكم ده ما بيقشعرش؟ يعني ابسط مثال، ما تفرجتوش على اعلان الكينج محمد منير والمايسترو صاحب الحنجره الذهبيه الاستاذ علي الحجار ده؟ ما بيتاثروش؟ ما تاثرتوش بيهم؟ هما بيقولوا علي وانا علي، نعمل اللي نعلى نترقى، زقها زقه، مين يقول لبلاده لا، فكلي الشفره نعمل الطفره. هي دي الفكره. ما تاثرتوش؟ ما بتحسوش خالص؟ بس شفرة مين ومين اللي هيفكها اصلا؟ مفيش. هو بدله والطاي ده ما بيعرفش يفك الجرافطه، ما بيعرفش يفك الطاي والماي. شفرة ايه اللي هيفكها؟ ما هو الاختيارات واضحه وكل حاجه واضحه للجميع، كل حاجه واضحه ومعروفه. حتى المسؤول طلع يقول ايه؟ احنا مستنيين اتحاد الكوره، مسؤول بقى عن الرياضه، مستنيين اتحاد الكوره، المسؤولين في اتحاد الكوره يبعتوا لنا خطاب يوضحوا لنا فيه كل حاجه مفصله ما هو سبب الاخفاق. قالوا للحرامي احلف، وهيبعت لك خطاب يقول لك انا كنت مش عارف ايه وكنت ايه وكنت ايه وكنت إيه. هو البعيد عيان؟ البعيد ما بيشوفش؟ هو انت مش كل حاجه واضحه قدامك ورجالتك في كل حته وشايف ايه الاخفاق سببه ايه وجاي منين؟ من البدايه، من الاختيارات، من البدايه، من الاول، ومصالح وقالوا ومالوا وفالوا وجايين نلعب وجايين ناكل ورايح المكتب وجاي من المكتب وعادي وسكن الناس. كل ده مش واضح قدامك؟ لسه مستني لما يبعت لك خطاب عشان يوضح لك فيه ما هو سبب الاخفاق؟ انا ما شفتش بجاحه وبكاسه كده في حياتي، ما شفتش تخن جلد كده في حياتي. ده غير بقى الكارثه بتاعت عقد روي فيتوريا، ومش عارف بياخد كام، 250,000 دولار في الشهر ولا كام، وكل الكلام ده كله، حتى لو بالجهاز بتاعه وكل الحاجات دي. والباشا الذكي جدا اللي عمله العقد ان خلاص في شرط جزائي في عقده ان لو ما كملش هياخد عقده كاملا. ادفع 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 من دم الغلابه، ادفع بالعمله الصعبه، ادفع في ظل الظروف اللي احنا بنعيش فيها دي كلها. ادفع، يلا ادفع عادي، ما فيش احساس وما فيش دم يا راجل. ده محمد النني وحجازي وعلي جبر بيفكروا في الاعتزال عشان حاسين بالوكسه، حاسين بالخيبه اللي حصلت، وانتوا ولا هنا. البدله والجرافطه والبرفيوم والالو والمالو ورايح وجاي ورايح المكتب جاي من المكتب، رايح الوزاره جاي من الوزاره، مفيش احساس خالص. حتى الناس اللي برضو يطلعوا يقطعوا يقول لك ايه، اصل كابتن سيد عبد الحفيظ بدأوا يتواصلوا معاه عشان يجي المنتخب عشان يبقى ليه دور في الجهاز، كل الكلام ده عشان يغطوا. ما تخلوه يجيب سيد عبد الحفيظ. هو انت مش عاوز يجيب سيد عبد الحفيظ كمان؟ هو انت عاوز يبقى خراب من كله؟ هو كله هيجي ورا بعضه مره واحده؟ واحده واحده. احنا محتاجين اعاده تدوير، محتاجين عمره، مش سيد عبد الحفيظ لوحده. لا، انا بتكلم على بعض الناس اللي هم ايه، يقول لك يعني ايه ده اتحاد الكوره بيغطي على اخطائه ومش عارف ايه. هو اتحاد الكوره بنجيب سيد عبد الحفيظ خلاص شكرا كده؟ المفروض الاتحاد ده يقدم استقالته اصلا.
بخلاف بقى سيد عبد الحفيظ. هو سيد عبد الحفيظ هيشتغل مدير كوره ولا مدير اداري ولا مدير فني ولا هو اللي هيختار اللعيبه ولا مين؟ ولا احنا عايزين مؤسسه كامله. فده فعلا اللي محتاجاه بلدنا، وده فعلا اللي محتاجه منتخب مصر. منظومه كامله من اول المسؤولين في اتحاد الكوره، الجهاز الاداري، الجهاز الفني، المدير الفني اللي بيختار اللعيبه. ما يكونش بقى في ظلم. خلاص شفنا بقى نتيجه الظلم ايه، ونتيجه التخبيط ايه، ونتيجه ان بجيب مدير فني ما عندوش فكره ايه، واول مره يدرب منتخبات ايه. برضه نفس المسؤول ده طلع يقول ايه، هو احنا هنجرب تاني ان احنا نجيب مدير فني مصري؟ هو العيب بس يعني في المدير الفني المصري؟ العيب في كنتوا اصلا من البدايه، الاساس المخوخ من البدايه والمشوش، ومفيش اي حاجه خالص، حتى اداريا صفر. طب نيجي بقى لحته المدير الفني اللي هو كابتن ايهاب جلال اللي انت فطسته. عشان مبدأكم برضو مفيش حاجه اسمها انجح اللي قدامي، جايبه في ظروف ما يعلم بها الا ربنا وفطسه وما اديتوش فرصه. خلاص اول مش عارف ايه، قدم استقالتك وشكرا. طول ما في ظلم، طول ما فيش عدل، طول ما في غباء، طول ما في اندفاع، طول ما فيش رؤيه. وقلنا 100 مره الفرق بيننا وبين الناس اللي بره، هما بيفكروا للمستقبل ويشغلوا دماغهم وايه اللي ناقصني واشتغل عليه ويطوروا من نفسهم. وشفنا المغرب عملت كده، بعتوا مدربين ياخدوا كورسات ويتعلموا عشان يفيدوا بلدهم، ويبعتوا لعيبه بره للاحتراف عشان يفيدوا بلدهم. وحتى منتخبات افريقيه عملت كده برضو، واحنا ولا عندكش غير محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد وشكرا، ويا حلوه شوفيني ويا كاميرا صوريني. فهو ده ببساطه حال الكوره في مصر. ويا رب نشوف بقى حاجه جديده، ويا رب نشوف الكلام ده بيتصلح، عشان الواحد جاب اخره منكم. حبايبي واخواتي، الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم جديد بننزله. وتشوفوا رايكم في كومنت. سلام.